السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء، قصتنا اليوم من بلاد الفرس إيران. قصة واحد البنت يقولوا لها ريحانة جباري. هاد ريحانة جباري كانت تتقرا في كلية الهندسة، كانت باغا تخرج يعني مهندسة ديكور، مهندسة بنايات كدا. المهم هي كتقرا، وكاين واحد المكتب خدامة فيه، كتخدم يعني كتمارس ديك المهنة ديالها اللي كتقرا عليها، ديال الهندسة وديال تصميم الديكورات، تصميم يعني مباني. على أيين نقولوا حنا غتخرج مهندسة، وفي هذاك البيرو هذاك اللي خدامة فيه كيجيو عندها ناس، كي يعني ناس باغا دير ديكورات، اما للعياده ديالها، اما لشي مكتب، اما للدار، اما للولاد، اما البنات، اما المهم خدامه بخير وعلى خير. كتسالي من القرايه ديالها كتجي للبيرو كتخدم. جا عندها شي حد كتمشي كتشوف الدار، كتعاين ولا كتعاين العياده ولا كتعاين المكتب، داكشي اللي باغا تخدم فيه كتعاينو. ملي كتعاينو كتاخد العبار، وكتاخد مثلا النوع ديال السلعه اللي باغي يخدم بها السياد وهادي، وكتفاهم على الثمن، ومن بعد كتبدا الخدمه ديالها. خدامه بخير وعلى خير. واحد النهار جا واحد الراجل عندها. السلام عليكم. السلام. عافاك بنتي، انا يعني هو باين يعني رجل متقاعد، ولكن يعني باقي شاد في راسو، ديك 65 عام، 66. مهم رجل كبير. هي تقريبا عندها ديك 19 عام هذاك الوقت، عندها 19 عام. قال لي ودي راه عندي واحد العياده، انا راني طبيب، بغيت نصاوب العياده ديالي، وتنشوف هذا البيرو هذا كندوز عليه كنلقى ديك الكتبه ديال المهندسات ديكور هادي. انا جيت لعندكم بغيت نريقل واحد العياده. قالت لي واخا ما كاين حتى شي مشكل، خاصنا نشوفوها ونشدو العبار ونشوفو شنو باغي خاصو يدار تماك، ونتفاهمو معاك على الثمن. هاديك الساعه كاين حتى شي مشكل. قال لي واخا تمشي معايا تشوفي. قالت لي نمشي معاك. ركبت معاه في الطوموبيل تاعها، توقف قدام واحد الدار. ديك الدار عندها غير الباب كيما جميع الديور، عندها الباب بوحدو، ماشي عندها زعما مكازات ولا كدا ولا لتحت هذا، وعندها غير باب واحد. ملي لحقت هي لتماك وشافت داك الديكور، يعني حست بان كاين شي حاجه ماشي هي هادي. ومع ذلك سولاتو وقالت له قلتي لي عياده، واش هادي هي العياده؟ قال لها لا بنتي، انا جيتك دابا للدار وبغيتك باش اولا نشوف ديك الخدمه ديالك في شي شومبر من الشومبرات ديال ولادي صغار، نشوف شنو غادي ديري ليهم كيفاش. الا بان ليا خدمتك مزيانه غادي نديك العياده تخدميها من طبيعه الحال. ما بانش ليا الخدمه ديالك مزيانه، راه غادي نقولك الله يعاوننا بنت الناس وكل يدوز مع الطريق. قالت لي واخا ما كاين حتى شي مشكل. جات دخل الدار، مع دخلات زادت واحد جوج خطوات، وهو دخل هو الاخر، سد الباب، ضرب السيروت، ساكتة طاف طاف باشيت تنقولوا ليها، دور الباشيت. السيدة مع الدخلة كتشوف طابلة محطوطة وفوقها جوج كيسان ديال العصير عامرين. تما شكات، قالت دابا هاد السيد اللي جايبني وحاط ليا العصير، انا هذاك العصير شنو فيه، ربما هادي ما هادي. المهم ما بقاش تشربو. قال لها تفضلي تفضلي شربي بعد العصير ونشوفو الشومبرا ديال ولدي. قالت لي لا، انا جايه نخدم ما جاياش نشرب، وريني الخدمه اللي غندير وانا غادي.
نخدم خدمتي ونمشي. ما بغاش تشرب، هربات من هذاك العصير. شويه تلفتت لجهه اخرى، قال لها راه الشومبره في النهايه. تلفتت هي الشومبره، تلاه عليها، دفعها، طيحها، بغا يغتصبها. السيده ناضت ودفعاتو بكل القوه ديالها، دفعاتو يعني ما خلاتوش يقرب منها. وقيت اللي دفعات واحد الدفعه تم غادي ملفت للجهه الاخرى، وغادي بان بان قاصد شي حاجه غيهز يضربها. هي دخلت يدها في الصويك ديالها وتجبد الموس اللي ديما هازه مع هذاك الموس، عارفه الايام ما تعرفش تجيب. هزه داك الموس معاها، مشات هزاتو وتعطي للسيد للدار، ضرباتو، طاح كاو ديريكت تخليف. الله اعلم في الريه ولا وصل القلب ولا هذا. المهم موس صغير ضرباتو لظهرو، طاح. طاح ما كيتحركش. خرجت هي ومشات تجري لعند البوليس، علمتهم، قالت لهم ودي راه وقع ليا ووقع ليا ووقع ليا. واحد السيد دعا انه طبيب وادعى انه باغي يصوب العياده ديالو، وانا مهندسه والمكتب ديالي وكاين المكتب ديال الخدمه وهذا. جا لعندي التم وانا جيت معاه. في الاخر بغا يغتصبني، ملي شتو صافي بغا يغتصبني، جبت الموس عندي ضربته، طاح. القاو عليها القبض وجابوها معاهم للدار اللي مايت فيها السيد. دخلوا هما لقاو الجثة السيد ميت، والموس يعني مازال في ظهره. وهزوه داوه مستودع الاموات وداوها هي، سدوا عليها. بقات واحد المدة ديال شي شهر وزيادة. جات الموعد ديال الجلسة الاولى. دخلت الجلسة الاولى، دلات بديك الاقوال ديالها قدام القاضي، وهو سولها القاضي، قال لها وهداك السيد علاش قتلتي؟ قلت ليه ودي راه قتلته دفاعا عن شرفي. قال لي هذا ماشي مبرر باش تقتلي واحد على شرفك. قلت لي هذا لانك انت ما عندك شرف. كون كان عندك الشرف غادي تحس بداكشي اللي حسيت به انا، وغادي تدافع على راسك، ولكن انت ما عندك شرف. ويجعل هذاك القاضي وحكم عليها بالاعدام. المهم رجعوها للسجن، ومن سجن لسجن حتى جات الموعد ديال الجلسة الثانية. من الجلسة الثانية جا واحد القاضي بخير، يعني قاضي عادل كما نقولوا. بدا كيسول فيها تا هو، هضرات معاه، سول الدفاع ديال ذوي الحقوق، يعني السيد اللي مات. ناض المحامي كيهضر، قال لي وهاد ريحانه ما مزياناش، وريحانه ماشي ما شاداش الطريق، وريحانه كدير وكتفعل وكذا وهادي، ودخلات باش تشفر وقتلات السيد وشفراتو، مع ان البوليس ما لقات حتى شي حاجه مشفوره. ثانيا قال لي ومربيه واحد الكلب ومربيه كذا. قال لي القاضي ايه، احنا جينا هنا باش تحكي لينا اش مربيه ولا اش ما مربياش. قول لينا شنو التهمه اللي باش تطالبوا، قلنا باش كطالب يعني الحقوق ديال ذوي الحقوق، وما تبداش تسب في السيده ولا تعاير فيها امام المحكمه. نحصروا. ملي نحصروا اجل الجلسه عاود تاني ديال الاستئناف، اجل المره الثالثه. يعني هما عوالين يعدموها وربي كبير. صافي قتلت السيد، والسيد كان في ضابط في الاستخبارات ديال ايران. هو قال لي راني طبيب، هو كان يعني غير ضابط متقاعد، ضابط في استخبارات ايرانيه ومتقاعد، يعني ماشي باقي خدام. قلنا راجل كبير. المهم بغاو غير يحكموا عليها بالاعدام وربي كبير. ما تقول داكشي اللي قالت وكذا، ما عندها حتى واحد ما تصنت ليها. ناضوا الناس يعني داو دوك
الحقوقيين وكذا، وكيطالبوا بأن بتوقيف هذا الحكم، وهذا الحكم راه جائر، وهذا الحكم راه ماشي عادل. ووصلات الهضرة لجميع الدول ديال العالم، منهم أمريكا، منهم بريطانيا، منهم فرنسا، منهم كاع بزاف الدول اللي تدخلوا في هذه القضية. ومع ذلك ما قبلوش منهم الإيرانيين باش يتنازلوا على ذاك الحكم. على أيدين السيد بدأ أجل الجلسة الثالثة، جا واحد آخر قاضي آخر تا هو أيد حكم الإعدام. وتشدت السيدة، شدوها في الحبس، بقات من 2008 إلى 2014، وبالضبط في 25 أكتوبر 2014 تعدمات هاد ريحانة جباري، تما عدموها. ملي عدموها هي كانت خلات واحد الرسالة لمها. هذيك الرسالة اش كاتبه فيها؟ اشنو كتقول في هذيك الرسالة؟ هذه الرسالة اللي كتبت ريحانة لمها دارت ضجة في العالم، دارت واحد الضجة كبيرة، وكاع الحقوقيين في العالم يعني كاين اللي ترجمها، كاين اللي المهم بسبب هذه الرسالة هذه يعني ناضت احتجاجات وصداعات وكذا. والرسالة كما جات كما خلاتها الشهيدة ريحانة جباري، أنا غادي نحكيها لكم، غادي نقراها لكم من بلاصتها. عزيزتي شعلة، هي راسلها لأمها سميتها شعلة، كتخاطبها في هذه الرسالة. عزيزتي شعلة، علمت اليوم أنه قد جاء دوري لمواجهة القصاص. أشعر بالأسى لأنك لم تخبريني بنفسك أني قد وصلت إلى نهاية رحلتي في هذه الحياة. ألا تعتقدين أنه من حقي أن أعرف؟ أتعلمين؟ أشعر بالخزي لأنك حزينة. لماذا لم تعطيني الفرصة لأقبل يدك ويد أبي؟ لقد عشت 19 سنة في هذا العالم. في تلك الليلة المشؤومة كان يجب أن أكون أنا القتيلة. كان جسدي ليلقى في إحدى زوايا المدينة، وبعد أيام كانت الشرطة ستأخذك إلى مكتب الطبيب الشرعي لتتعرفي على الجثة. وكنت ستعرفين حينها أني قد اغتصبت. لم يكن أحد ليتوصل إلى هوية القاتل، لأننا لا نملك أموالهم ولا نفوذهم. عندئذ كنت ستكملين بقية حياتك في معاناة وعار، وكنت ستموتين كمدا بعد بضع سنين، وكانت القصة ستنتهي. لكن قصتي تغيرت بضربة ملعونة. لم يلقى جسدي جانبا، بل أودع في قبر سجن أوين بعنابره الانفرادية، والآن في سجن شهراري الذي يشبه القبر. استسلمي للقدر ولا تشتكي. أنت تعلمين أكثر مني أن الموت ليس نهاية الحياة. تعلمت منك أن المرء يولد في هذا العالم ليكتسب خبرات ويتعلم دروسا، وأن كل امرئ بما كسب رهين منذ لحظة مولده. تعلمت أنه يجب على المرء أحيانا أن يقاتل. أذكر حين أخبرتني أن سائق العربة قد احتج على الرجل الذي كان يجلدني، لكن الجلاد ضرب رأسه ووجهه بالصوت ليموت في النهاية بأثر ضرباته. لقد أخبرتني أن المرء يجب أن يثابر حتى يعلى قيمة، حتى ولو كان جزاؤه الموت. تعلمت منك وأنا أخطو إلى المدرسة أن أتحلى بالأخلاق الرفيعة في مواجهة الشجار والشكوى. هل تذكرين إلى أي حد
كنت تشددين على الطريقة التي يجب أن نتصرف بها. لقد كانت تجربتك خاطئة حين وقعت الواقعة. لم تساعدني مبادئي. حين قدمت إلى المحاكمة بدوت امرأة تقتل بدم بارد، مجرمة لا تملك ذرة من الرحمة. لم تسقط مني ولو دمعة واحدة، ولم أتوسل لأحد. لم يغمرني البكاء لأنني وثقت في القانون، لكني اتهمت باللامبالاة أمام الجريمة. أترين، لم أكن أقتل حتى الحشرات، وكنت أرمي الصراصير بعيدا ممسكة بقرون استشعارها. أصبحت بين ليلة وضحاها قاتلة مع سبق الإصرار. لقد فسروا معاملتي للحيوانات على أنه نزوع لأن أصبح ذكرى، ولم يتكبد القاضي عناء النظر إلى الحقيقة أني كنت أملك حينها أظافر طويلة مصقولة. كم كان متفائلا من انتظر العدالة من القضاة. لم يلتفت القاضي إلى نعومة يدي بشكل لا يليق بامرأة رياضية أو ملاكمة بالتحديد. البلد الذي زرعت فيه حبها لم تكن تبادلني الحب، ولم يساعدني أحد وأنا تحت ضربات المحقق وأسمع أحط الألفاظ والسباب. وحين تخلصت من آخر علامات الجمال الباقية في جسدي بحلاقة شعري، أعطوني مكافأة 11 يوما في الحبس الانفرادي. عزيزتي شعلة، لا تبكي مما تسمعين. في أول يوم لي في مركز الشرطة أدانني ضابط كبير السن وغير متزوج بسبب أظافري. عرفت حينها أن الجمال ليس من سمات هذا العصر. جمال المظهر وجمال الأفكار والأمنيات وجمال الخط وجمال العيون والنظر وحتى جمال الصوت العذب. أمي العزيزة، تغيرت فلسفتي وأنت لست مسؤولة عن هذا. لن تنتهي كلماتي، فقد أعطيتها إلى شخص تعهد بتسليمها إليك بعد أن أعدم دون حضورك. أمي العزيزة، تغيرت فلسفتي وأنت لست مسؤولة عن هذا. لن تنتهي كلماتي، فقد أعطيتها إلى شخص تعهد بتسليمها إليك بعد أن أعدم دون حضورك ودون علمك. لقد تركت لك الكثير من الكتابات ميراثا، لكن قبل أن أموت أريد أن أطلب منك أمرا يجب عليك تلبيته بكل ما تستطيعين من قوة وبأي طريقة في مقدورك. هذا في الحقيقة الأمر الوحيد الذي أريده من هذا العالم ومن هذا البلد ومنك. أعلم أنك تريدين وقتا لإعداده، لذا أخبرك جزءا من وصيتي قبل الموت. لا تبكي واسمعيني جيدا. أريد أن تذهبي إلى قاعة المحكمة وتعلني رغبتي. لا يمكنني كتابة هذه الرغبة من داخل السجن، لأن مدير السجن لن يسمح بمروره، لذا سيتوجب عليك أن تعاني من أجلي مرة أخرى. إنه الأمر الوحيد الذي لن أغضب إذا اضطررت إلى أن تتوسلي من أجله، رغم أني طلبت منك عدة مرات ألا تتوسلي إلى أحد لينقذني من الإعدام. أمي الطيبة العزيزة شعلة، الأعز علي من حياتي، لا أريد أن أتعفن تحت الثرى. لا أريد لعيني أو لقلبي الشاب أن يتحول إلى تراب. توسلي لهم ليعطوا قلبي وكليتي وعيني وعظمي وكل ما يمكن زرعه في جسد آخر هدية إلى شخص يحتاج إليهم بمجرد إعدامي. لا أريد لهذا الشخص أن يعرف اسمي أو يشتري لي باقة من الزهور، ولا حتى أن يدعو لي. أقول لك من أعماق قلبي أني لا أريد أن أوضع في قبر تزورينه وتبكين عنده وتعانين. لا أريد أن تلبسي ثوب الحداد الأسود. ابذلي ما في جهدك
وسعيك لتنسي أيامي الصعبة. اتركيني لتبعترني الريح. لم يحبون العالم ولم يتركوني لقدري. أنا أستسلم الآن وأقابل الموت بصدر رحب أمام محكمة الله. سأوجه الاتهام إلى المفتشين. سأوجه الاتهام إلى المفتش شاملو. سأوجه الاتهام إلى القاضي وإلى قضاة المحكمة العليا الذين ضربوني وأنا مستيقظة ولم يتورعوا عن التحرش به أمام الخالق. سأوجه الاتهام إلى الطبيب فروندي. سأوجه الاتهام إلى قاسم شعباني وكل من ظلمني وانتهك حقوقي سواء عن جهل أو كذب، ولم يفطنوا إلى أن الحقيقة ليست دائما كما تبدو. عزيزتي شعلة ذات القلب الطيب، في الآخرة سنوجه نحن الاتهام وسيكونون هم متهمين. دعينا ننتظر إرادة الله. أردت أن أضمك حتى أموت. أحبك ريحانة. 1 أبريل 2014. وهنا انتهت القصة ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.